من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ومن محبته لهم أنه قد يبتليهم ببعض المصائب حتى يطهرهم من الذنوب والخطايا، وحتى يلقون الله عز وجل وما عليهم خطيئة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وفي حديث آخر في البخاري يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي ابتلاه بالمصائب ليثبته على الإيمان. بارك الله فيكم.